عندك ذنبات، عندك اثار حروق، عملت ليزر او درمابين او اي حاجه وبشرتك اتحرقت وعايزه علاج سريع وفوري، تعالي النهارده اقول لك على حاجه كده امشي عليها وانا هقول لك النتيجه هتبقى شكلها ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمه وصحه وستر. احنا مش مختلفين ان التقشير من الحاجات المهمه جدا 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 للبشره، ويا مكتر كريمات التقشير في السوق وفي الصيدليات وفي كل يوم كريم تقشير شكل، كل يوم مواد شكل، كل يوم اختراعات جديده عشان توصل بالبشره لاعلى مستوى من النقاء، وان بشرتك تبقى صافيه وما فيهاش حبوب وما فيها حاجات كتير جدا جدا. طيب احنا النهارده عايزين نتكلم على كريم اكراتين. عندك دنبه، عايزه اقول لك ان انت ممكن تمكسي تعملي ميكس من كريم الاكراتين مع جل كونتراكتيوبكس اثناء الاستخدام وتدهني بشرتك وتسيبيه على بشرتك كل ليله بالليل من ربع ساعه لنص ساعه، وبعدين تشطفي وتحطي حاجه مرطبه. هيخفي لك الدنبات نهائي نهائي ويخلي بشرتك سيراميك. طيب عندك اثار حروق، هتخلطي ايه؟ الاكراتين هو مع ميبو اثناء الاستخدام، قطع صغيره قوي قد البسله كده، دي من دي نفس الكميه، تخلطيهم اثناء الاستخدام وتوزعيهم على بشرتك وتسيبيهم برده من تلت ساعه لنص ساعه، وبعدين تشطفي تحطي حاجه مرطبه. الكريمات المقشره لازم تدخل على البشره بالتدريج، بمعنى ان ما ينفعش اصدم البشره بيها مره واحده. يعني اول يوم ممكن يبقى، اول اسبوع ممكن يبقى نص ساعه، تاني اسبوع ممكن يبقى ساعه كده بالتدريج، واقصى حاجه للاستخدامات هتجيب معاكي نتيجه ان شاء الله فعاله وباينه جدا جدا شهر ونص، وبعد كده تبتدي تغيري. عايزه بقى بشرتك صافيه وخاليه من التجاعيد وما فيهاش اي حاجه، يبقى كريم اكراتين مع كريمك المرطب، وليكن بيبانسين للبشره العاديه او الجافه، سوري للبشره الدهنيه، وللبشره الجافه يبقى بانسينول، اي مشتق من مشتقات البانسينول. جالي بقى سؤال مهم جدا جدا، وده اللي انا عامله له الفيديو علشان اجاوب، هل زيت الورد ينفع للبشره؟ زيت الورد يعامل معامله الكريمات المقشره وزيه زي احماض الفواكه، يعامل تحطيه بالليل على بشره نظيفه، وبعدين تحطيه فتره مثلا برده من ربع ساعه لتلت ساعه، بعدين تشطفي وتحطي حاجه مرطبه. ما ينفعش اخرج بيه في الشمس نهائي، اي زيوت اي كريمات اي حاجه في الشمس ما تخرجيش بيها. طب اقول لك على حاجه، انا والله عمري ما استعملت صن بلوك، وده ممكن حد مش عايزه اقول لك، يعني ممكن كل الناس تنتقدني، بس انا بنضف بشرتي كويس وبحط كريماتي بالليل كويس، وبقوم الصبح اشطفها كويس جدا 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 عشان ما يبقاش فيها اي بقايا من الكريمات بتاعت بالليل، وبعد كده احط نضارتي واخرج. انا واحده من الناس ما بستحملش اي حاجه على بشرتي، وعمري ما حطيت ميك اب ولا حطيت اي حاجه كبيري الكحل. فعشان كده بقول لك استخدمي، مش كل ما يقال يصدق، في حاجات بسيطه قوي قوي ولو داومتي عليها وواظبتي عليها هتديكي نتيجه حلوه جدا جدا وبتكاليف قليله جدا. النهارده برضو جالي سؤال من بنوته بتقول لي انا عملت ديرمابين وكان عندي كلف عميق، وعملت ديرمابين وبعدين سبب لي اثار حروق في خدودي، فقلت لها طبعا على الوصفه دي. عايزه اقول لك ان في حاجات كتير قوي، تقنيات كتير قوي حديثه مش بتاعتنا، يعني في حاجات كتير قوي 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 كل ما تعمقتي قوي هتلاقيها بتعمل سايد افكت اكتر من النتيجه الاكتف اللي انت متخيلاها يعني. فعشان كده بقول لك حافظي على بشرتك، البشره من الحاجات اللي مش ممكن تتعوض ابدا ابدا ابدا، وبعد ال 30 وال 40 لازم 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 تحافظي كويس جدا جدا جدا. انا ما يهمنيش تبقى بشرتي بيضه سمراء، المهم انها تبقى صافيه. يا بنات كل استمتعي بوقتك وبحياتك وبكل لحظه في حياتك، لا تقولي لي صاحبتي بتقول لي ولا بعمل كذا عشان صاحبتي، كل ايام وليها جمالها وكل مرحله عمريه وليها جمالها. اهم حاجه بشرتك تكون نضره ونقيه، وده برضو من المعده. دايما بقول لك ان وشك مرآة معدتك، لو معدتك كويسه هتلاقي وشك حلو جدا جدا جدا. وجربي شوفي الكام خطوه اللي قلت لك عليهم النهارده دول واستخدمي. عايزه تستخدمي يوم ويوم ماشي، عايزه تستخدمي كل يوم بس التزمي بالمواعيد، واوعي تتعرضي للضوء اثناء حط الكريم. حاجه بقى تانية هتحطك في حته تانية خالص، اللي انا قلتها في الفيديو اللي قبل كده، طبقه اكراتين مره في الاسبوع، تدهني وشك من غير مرطبات من غير اي حاجه، طبقه اكراتين بقى يعني كانك دهنه كريم مرطب، وتسيبيها على بشرتك ليله كامله وطول الاسبوع مرطبات، والله لا تبقى بشرتك قمر قمر.
كده، شايفه كده هتبقى قمر. وجربي تابعيني بقى على القناه واعملي سبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.